السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايس كريم في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونين اتنين بس هتقدري تعمليه وتعملي كمية ما شاء الله عليه. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا نخش بالمقادير بتاعتنا. ودلوقتي متوفر الكنتالوب في السوق كتير، والاتنين كيلو ب25 جنيه. هنقطعه بالطريقة دي ونجمده، وبعد كده هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بيها بالكنتالوب بتاعنا. وما يفك شوية كده عشان هو كان متلج جامد، هنحطه في الكبة في الخلاط في اي حاجة عندك. ومعايا كوباية من اللبن الرايب او اللبن الحليب. انا كان متوفر عندي لبن رايب فحطيته. نص كوب من السكر البودر او السكر العادي، حاجة ترجع. انا كنت شارية ب30 جنيه كريمة. حطيتها ورشة فانيليا كده سايلة، او لو ما عندكيش سايلة هتنزلي بباكت فانيليا بودر. وهنضرب المكونات دي كلها. والمعلقة السحرية طبعا لو عندك عسل نحل هتحطي، عندك عسل كلوكوز، عندك شربات تقيل، هي دي اللي بتساعد على المطة بتاعة الايس كريم مع الكريمة طبعا. وهنضربها كويس. عندك لون الوان مش عندك خلاص. انا حطيت اللون واللون طلع غامق شوية، بس ما شاء الله كان طعمه جميل جدا وحاجة جميلة خالص. هنزل بعد ما فرمته بالكبة بتاعتي ناعم. هنزل بقى في البولة بتاعتك، هتنزليها وتحطيه يجمد في الديب فريزر. شوفوا ما شاء الله كمية ما شاء الله عليها من عدد 2 كنتالوب. شوفوا ما شاء الله حاجة كده. وشفتوا المطة الجميلة دي حاجة كده. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا منساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. غطيه كويس كده بستريتش بعد ما او كيس من بتوع التلاجة. بعد ما تحطيه حوالي نص ساعة في الديب فريزر خرجيه تاني واضربيه في الخلاط تاني او في بالهند بلندر بتاعك عشان يبقى ناعم وكريمي كده بالطريقة دي. هدخله بقى حوالي 6 ساعات. هتبيتيه تاني يوم حاجة ترجعلك. شوية مكسرات عندك، شوكولات شيبس عايزة تحطي، عايزة تسيبيه سادة، دي حاجة ترجعلك برضه. هنقلبهم كده وندخلها بقى الديب فريزر بتاعنا. حاجات سهلة وبسيطة تقدري تعمليها ما شاء الله من غير ما تشتريه. شوفوا الايس كريم اسعاره بقت غالية نار. يلا اعمليه في البيت ما شاء الله. ولازم التكة دي وغطيه كده علشان ما يلقطش اي ريحة من الفريزر. شوفوا ما شاء الله بعد ما قعد ليلة كاملة في الفريزر. شوفوا الحاجات ما شاء الله عليه. بالمعلقة بتاعة الايس كريم شوفوا بتقطع بسرعة، والطبق بتاعك او البولة بتاعتك او الكوبايات. وانزلي بقى حط الايس كريم حاجة كده ما شاء الله كان طعمها روعة. شوفوا الجمال، شوفوا لونه حاجة كده. وان شاء الله هعمل معاكم الايس كريم الفانيليا والشوكولاتة واي ايس كريم حابين تعرفوه بيتعمل ازاي اكتبولي وانا ان شاء الله هعمل. صوص كراميل كده وحطي عليه او صوص شوكولاتة المتوفر عندك حطي منه. حابة تسيبيه كده خالص مش هيجرى له اي حاجة، بس حاجة كده بتطعم وبتعزز اللون بتاعك بيبقى طعمه جميل. انا الكراميل ده عاملاه في البيت. شوية مكسرات عندك مش حابة خلاص، وشوية شوكولات شيبس كده. وتفضلي احسن كوباية ايس كريم هتاكليها ما شاء الله عليه. فين اللايك؟ حطي اللايك واشتركي في القناة ليوصلك كل جديد. ما شاء الله الله اكبر حاجة كده من الاخر. شوفوا الجمال. هتقدري تنفذيه وتعمليه وهيعجب اولادك. شوفوا ما شاء الله والله طعمه لذيذ جدا وهو متوفر في السوق. اعمليه في البيت وما تشتريهوش تاني ما شاء الله. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين.